أهلا ومرحبا بكل متتبعات قناة مطبخي البسيط. كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم القناة ديالي وتشتركوا فيها بالضغط على الزر الأحمر اشتراك لأسفل الفيديو وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد بإذن الله. وإلا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش ضغطوا على زر لايك وبارطاجيوه مع الصديقات ديالكم والعائلة ديالكم باش تعمل فائدة على الجميع وتكبر هذه القناة بإذن الله. كيف ما ولفتكم دائما بالوصفات السهلة والاقتصادية، اليوم باذن الله كيف ما كتشوفوا غادي نحضر معكم هذا الايس كريم او المثلجات او الجلاس بثلاث مكونات فقط بطريقه سهله جدا. ما نطولش عليكم، خليكم مع المكونات والطريقه ديال التحضير خطوه بخطوه. بالنسبه للمكونات ديالي كيف ما كتشوفوا فهم بساطين جدا. خديت 2 كؤوس من الحليب عادي و4 ملاعق من الكاسترد. الكاسترد هو شبه الفلان تقريبا تشبه ليه او شبه المهلبيه. بالنسبه للناس اللي ما متوفرش عندهم الكاسترد فقط يقدروا يستغنوا عليه وياخذوا كيس من الفلون بنكهه الفاني او اي نكهه تعجبهم، ويزيدوا عليها 2 معالق كبار من المايزينا او النشا باش تعقد لكم اكثر. في هذا الاثناء غادي ندوز باش نحضر معكم اول خطوه من الكلاص بطريقه سهله جدا. خليكم معايا باش تشوفوا الخطوات خطوه بخطوه. وهنا كيف ما كتشوفوا خديت كاسرولة وضعت فيها 2 كؤوس من الحليب وغادي نضيف عليها 4 ملاعق من الكاسترد وغادي نخلط الكل على البارد حتى تذوب معايا تماما. كيف ما كتشوفوا انا ما غاديش نضيف السكر نهائيا لانه الكاسترد ديالي خلاص راه حلو، وغادي نزيد مكون اخر غيكون حلو. بالنسبه للناس اللي كتعجبهم الحلاوه فقط يضيفوا السكر على حسب الذوق. وهنا كيف ما كتشوفوا بعد ما حطيت الخليط ديالي على النار هادئه مع التحريك المستمر، كيف ما كتشوفوا كنحركها وعيني عليها باش حتى تعقد ليا تماما مع التحريك المستمر. كيف ما قلت لكم بالنسبه للسكر كنعاود نذكر بالنسبه للناس اللي كيكونوا واخدين فلون او الكاسترد بدون سكر فقط يضيفوا السكر على حسب الذوق، لانه انا عندي هاد الكاسترد فيه السكر ما بغيتش نضيف لانه مازال قلت لكم غنزيد مكون اخر، داكشي علاش ما بغيتش الحلاوه تكون زايده بزاف. في هاد الاثناء كيف ما كتشوفوا عقدت معايا الخليط ديالي الكاسترد ديالي عقاد. ندوزو باش نحضروا الخطوه التاليه، خليكم معايا. وفي هذا الاثناء كيف ما كتشوفوا كندوزو الخطوه التاليه. وبالنسبه للمكون ديالها كنحتاجوا بودره الكريم شونتيي 38 غرام كيف ما كتشوفوا هذا الكيس الصغير، ونصف كاس من الماء البارد تماما. كناخذوا هذا الاناء بعد ما كنكون واضعاه في المجمد يعني بارد تماما. هذه الخطوه مهمه لا بغيتو تطلع لكم الكريمه بالطراب اليدوي. هذه البودره الكريم شونتيي حتى هي كنت حاطاها في المجمد باردة تماما، والإناء وحتى الماء باش تطلع معايا بطريقة سهلة جدا وبدون عناء كيف ما سبق لي وحضرتها معكم في الكلاص اللي سبق. ان شاء الله غادي نخلي لكم في صندوق الوصف. كما كتشوفوا في هذه الاثناء غادي نحاول نطلع الكريمه ديالي بهذه الطريقه بدون مجهود. بالنسبه للطراب اليدوي حتى هو راه كان في المجمد. هذه الطريقه كتسهل على الواحد باش يطلع الكريمه بطريقه سهله وبدون مجهود او عناء. كيف ما كتشوفوا في هذا الاثناء غادي نخلطها على هذا الشكل وغادي نشد الاناء ديالي وغنطلعها بطريقه عاديه. وخا يكون عندكم المطبخ ديالكم يعني في درجه الحراره سخنه، صدقوني فقط الا خليتوا الاناء اللي كتطلعوا فيه الكريمه في المجمد وبرد تماما وكذلك الماء غادي تطلع معكم بطريقه سهله وغتولي هاد الطريقه معتمده عندكم. ما تحتاجوش كاع نهائيا لا طراب كهربائي ولا شيء، غادي تستعملوا فقط الطراب اليدوي. وفي هذا الاثناء كيف ما كتشوفوا بعد ما طلعت معايا تماما كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل يعني واخا كنهزها ما كطيحش. في هذا الاثناء غنوريكم الخطوه التاليه باش نكملوا الكلاص ديالنا، خليكم معايا. وبعد ما وجد الخليط ديال الكاسترد ديالي وبرد تماما كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل كيجي القوام ديالو على هذا الشكل. بالنسبه للناس اللي بغاو يكونوا القوام ديالو عقد من هكا فقط يزيدوا النشا. كيف ما كتشوفوا في هذه الاثناء طلعت الكريمه ديالي بالماء البارد بداك الكريم شونتي كيف ما درت معكم في الاول. وفي هذه الاثناء ضفت عليه داك الكريمه ديال الكاسترد بعد ما بردت تماما. كيف ما قلت لكم بالنسبه للناس اللي ما متوفرش عندهم الكاسترد فيستغنوا على الكاسترد وياخذوا كيس من فلون بنكهه الفاني ويضيفوا عليه ما يعادل ملعقتين كبار من النشا ويديروه على هذا الشكل حتى هو كيجي رائع. في هذه الاثناء كيف ما كتشوفوا كنخلط الخليط ديالي على هذا الشكل حتى يتجانس تماما. بالنسبه للسكر فهو السكر مقاد عندي يعني الكريمه هي حلوه والكاسترد حلو.
وفي هاد الاثناء كيف ما كتشوفوا كنخلطوهم مزيان حتى يتجانسوا تماما باش نوضعوهم في واحد المول اولا اناء وندخلوه المجمد. وهنا كيف ما كتشوفوا بعد ما وجدت معكم كريمه البودره شونتيي وكريم الكاسترد، وبعد ما برد معنا كريم كاسترد تماما خلطناه مع الكريمه البودره شونتيي وخدينا بواطه على هذا الشكل ديال البلاستيك. ومن الاحسن تكون الغلاقه عندها كتغلق باحكام لانه غادي نخليوها واحد المده في المجمد ما يدخلش ليها الماء نهائيا. فهاد الاثناء كيف ما كتشوفوا وضعتها على هذا الشكل. بالنسبه للكميه على حسب عدد الافراد الاسره فقط ضعفوا الكميه. غادي نخليها تقريبا ما يعادل 6 سوايع او لا اكثر على حسب الواحد. كيف ما كتشوفوا في هذه الاثناء غلقتها على هذا الشكل وغادي نخليها انا ليله كامله. خليكم معايا باش تشوفوها بعد ما غادي نخرجها من المجمد ونوريكم القوام ديالو كيفاش كيجي هذا الايس كريم. تابعوا حتى تشوفوا الشكل النهائي. وهنا كيف ما كتشوفوا بعد ما خليت الايس كريم ديالي لمده ديال ليله كامله، كيف ما قلت لكم من الاحسن تخليوه ليله كامله باش يشد معكم مزيان. كيف ما كتشوفوا في هذه الاثناء غادي نحاول ان نقدمه معكم في الكؤوس. بالنسبه للملعقه اللي متوفر عنده الملعقه ديال الايس كريم فمن الاحسن، واللي ما عندوش يقدر يستعمل ملعقه عاديه او ملعقه خشبيه. كيف ما كتشوفوا انا عندي هذه الملعقه على هذا الشكل دائري، ملعقه عاديه جدا وكنقاد بها على هذا الشكل. كيف ما كتشوفوا هو راه مازال جامد شويه، لكن لانه المطبخ ديالي فيه الحر بزاف فقط غيذوب ليا بسرعه. داكشي علاش خرجته هو جامد وكنقدمه معكم. طريقه كيف ما كتشوفوا سهله جدا، طريقه تزيين على حسب كل واحد اللي متوفر عنده في المنزل ديالو. تزينوه بالطريقه اللي بغيتوها كيف ما كتشوفوا، وحتى الكميه اللي بغيتوها. في هذه الاثناء غنقول لكم خليكم معايا باش تشوفوا الشكل النهائي ديالو. بثلاث مكونات حضرنا هذا الايس كريم. كيف ما كتشوفوا كيجي على هذا الشكل، كيجي رائع جدا. صدقوني الا جربتوه غادي يولي معتمد عندكم في البيوت ديالكم وما غاديش تستغناو عليه. ما غاديش تبقاو تشريوه نهائيا من الزنقه وغادي تفرحوا الوليدات ديالكم. كيف ما كتشوفوا في هذه الاثناء هذا هو الشكل النهائي ديالو بعد ما زينته بالقليل من الكراميل. بالنسبه للتزيين فلكم الاختيار والكميه كيف ما قلت لكم، كيف ما سبق لي وقلت لكم في الفيديو. بالنسبه للكميه فقط ضعفوا المكونات. وبالنسبه للناس اللي ما متوفرش عندهم الكاسترد لانه البعض ما كيعرفوش شنو هو الكاسترد، فقط استعملوا فلون بنكهه الفاني كيجي رائع جدا، نفس المذاق ونفس الشكل. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الى عجبكم ضغطوا على زر لايك وبارطاجيوه مع الصديقات ومواقع التواصل باش تعم فائده على الجميع. وغادي نحاول ان نوريكم القوام ديالو كيفاش كيجي. كيف ما كتشوفوا كيجي على هذا الشكل رائع رائع وقوام رائع كريمي. هاد المكونات انا متاكده غتكون متوفره عند كل سيده في المنزل ديالها وغادي تحضر هاد الايس كريم اللي غيولي معتمد عندها. كنتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم ونكون عطيتكم كل الخطوات باش ينجح معكم هذا الايس كريم 100%. ما تنساونيش من لايك والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. الى اللقاء الى فيديو جديد.